يا مساء الهنا والسعادة، ازيكم حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا طيبين وبخير. تعالوا بقى النهارده نعمل طاجن السعادة، طاجن اللحمة زي ما بيعملوه بالظبط محلات الكشري واحلى كمان، طعمه وسهل سهولة، مش قادرة اقول لكم قد ايه خطير. اكلة كده للناس المستعجلين، الناس الرايقة اللي عايزة تعمل حاجة كده بمزاج وفي نفس الوقت يكون طعمها حلو جدا. يلا بقى الاول ما تنسيش تصلي على الرسول ولايك وشير وكومنت حلو منكم للتشجيع، واوعي تنسي تقولي لي بتتابعيني من أي دولة. ويلا بينا كده نسمي الله ونبتدي على طول. على طول هنجيب كده الأول حلة علشان نحضر للصلصة بتاعتنا. هنحط بصلاية كده متوسطة مفرومة كده فرم، مش ناعم ولا هو خشن، يعني مكعبات صغيرة. نشوحه كده، وأول لما نشوح البصلة بتاعتنا وتبتدي تاخد لون، على طول هننزل بفص توم أو فصين توم كده كبار ونشوحهم. أنا مش عايزاه ياخد لون خالص، بس أول لما نحس إن احنا شمينا ريحة التوم على طول ننزل بمعلقتين كبار كده من الصلصة اللي هي العلب أو الصلصة اللي بنبقى محضرينها في البيت وكنا عملناها مع بعض قبل كده. ننزل بمعلقتين نشوحهم كده مع بعض، وعلى طول ننزل بالتوابل بتاعتنا. التوابل بتاعتنا عبارة عن فلفل اسود مجروش، وكمان كزبرة مطحونة، وكمون، ومعلقة كده من البابريكا. ويا سلام بقى لو بابريكا مدخنة بيبقى طعمها تحفة جدا. ونضيف الملح بتاعنا ونبتدي على طول نشوح التوابل دي. انا عايزة التوابل تطلع الزيوت العطرية بتاعتها، واول لما نشم ريحة الزيوت العطرية بتاعت التوابل ننزل على طول بالطماطم المعصورة. شفشق كده من الطماطم المعصورة، حوالي كيلو الا ربع من الطماطم، وحاولي تخليها كده طماطم تقيلة علشان خاطر تاخد كده غلوتين على طول في السريع. نقلبها كده تقليبة كويسة ونغطيها ونسيبها تاخد لها غلوتين بالظبط. احنا مش هنسبك الطماطم دي خالص، هي بس يا دوب تاخد غلوتين. وفي الوقت ده تعالوا بقى نحضر للعصاج بتاعنا. هجيب كده طاسة وهنزل كده بمعلقتين من الزيت، مش هكتر، وهنزل على طول بفلفل رومي احمر، وكمان معاه فلفل حراق حامي. لو مش حباها تكون حامية تقدري تستغني عنه خالص، ولو عندك كمان فلفل رومي اخضر او اصفر ضيفيه، بس انا ما كانش متوفر عندي غير الاحمر. اشوح كده الفلفل بتاعي تشويحتين، وهنزل عليها بالعصاج اللي انا مجهزاه. وانا كنت عملت معاكم فيديو خرافة تحفة جدا للحمة المعصجة اللي قلت لكم بنخزنها في الفريزر ونطلعها على طول في اي وقت اكون مستعجلة او عندي عزومة او مش قادرة اقف. بتسهل عليا وبتوفر كتير. تقدروا ترجعوا للفيديو ده هتلاقوه. انصحكم ان انتوا تجربوا الوصفة بتاعت العصاج. ويلا بينا بقى نسيبه ياخد بس كده غلوة مع بعضه مع الفلفل، ونروح نشوف الطماطم بتاعتنا اللي جهزت وما خدتش وقت خالص. وهنا بقى مرحلة الطواجن. انا عندي طواجن فخار، لو ما عندكيش طواجن فخار وعندك الطواجن الالومنيوم اللي بيستخدموها محلات الكشري، حلو وجميل جدا. ما عندكيش يبقى الطواجن الفخار. طب لو لا عندكيش انت، لو ما عندكيش لا ده ولا ده، تعملي ايه؟ اي طاجن بايركس او طاجن تيفال تقدري تستخدميه، او حتى حلة تيفال بتخشي الفرن تقدري تستخدميها. يعني اي حاجة هتنفع معانا ومش هتوقفنا خالص. انا هنا هدهن الطواجن بتاعتي برشة كده بسيطة من الزيت علشان خاطر المكرونة بتاعتنا لما تيجي تستوي ما تلزقش وتطلع من الطاجن بكل سهولة. ونبتدي كده ننزل باللحمة المعصجة ونظبط الطواجن ونرتب كده اللحمة ونضغطها لتحت. وتعالوا بقى الأهم خطوة، المكرونة. أهم حاجة إنك تشتري نوع مكرونة تكون حلوة جدا، علشان لو نوع المكرونة مش قد كده هتتكسر منك في السوى ومش هيبقى طعمها لذيذ. فحاولي تختاري نوع مكرونة كويس. هنقسم المكرونة بتاعتنا، والمكرونة بنحطها نية يا جماعة، ما بنسلقهاش خالص. اوعي تسلقيها، في المحلات بيحطوها نية. هنحط الطواجن مش هنملاها، يعني 3/4 كده الطواجن، علشان ندي الطاجن مساحة ان هو لما يدخل الفرن وهي المكرونة تستوي وتنفش تاخد مساحتها في قلب الطاجن. وننزل على طول بكبشتين كده من الصلصة في كل طاجن، وميتنا بقى المغلية، او لو عندك شوربة لحمة تقدري تضيفيها. بس طبعا في محلات الكشري ما بيضيفوش شوربة لحمة لان هما بيبقاش عندهم شوربة، فبيضيفوا لها مية سخنة تكون مغلية. المية عايزاها يا دوبك بس تبقى لاخر الطبقة بتاعت المكرونة، يعني ما تبقاش مغطية المكرونة، عشان المكرونة بتاعتنا ما تبقاش مهرية في السوا كده وتبقى
بايظة أو تتكسر مننا، لأ عايزين يبقى سواها مضبوط، وبالمعلقة بابتدي كده أوسّع للمَيّة وللصلصة إن هي تنزل، وفي نفس الوقت المكرونة ما تبقاش معجنة وماسكة في قلب بعضيها، يعني المَيّة والصلصة يتشربوا وينزلوا لكل حباية المكرونة، وهاغطّي بقى كده بورقة زبدة وهاغطّي فوق منها بصاج، عايزة تكلفتي الطواجن بفويل قفّليها بفويل ودخّليها، ما عندكيش فويل زي حالاتي كده فوجئت إن ما عنديش فويل فحطيت ورقة زبدة على الوش وقفلت عليهم بالصاج ودخّلتها الفرن على درجة حرارة 200 على الرف الأوسط، قعدت معايا ساعة إلا ربع بالضبط، وكل واحد على حسب حرارة الفرن بتاعه، وأطلّعها وبُصّوا يا دوبك بس سِبتها دقيقتين 3 كده علشان أقدر أمسك الطاجن، وبُصّوا اتقلبت بكل سهولة، شايفين شكلها تحفة جدًا، اللهم بارك بجد خطيرة، وطعمها بقى عايزة أقول لكم في حتة تانية خالص، انسوا إن أنتم تطلبوها من محلات الكشري وتاكلوها، هتعملوها في البيت وبكل سهولة، شايفين المكرونة مستوية وبجد تحفة، أتمنى لو كان الفيديو عجبكم وكنتوا استفدتوا منه ما تنسوش تحطوا لايك وشير وكومنتاتكم اللي بتسعدني، وأقول لكم أسيبكم في رعاية الله واستنوني في فيديو جديد، مع ألف سلامة.